منين تنقولك اسم الله الناصر، نصرك يعني أعانك على عدوك. ومنين تنقولك ينتصر لك الله يعني ينتقم لك. الله وهو خير الناصرين. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اسمعوا واعتصموا بالله هو مولاكم، أيوة، فنعم المولى ونعم النصير وكفى بالله نصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا. عرفت شنو تقول النصير؟ النصير هو الناصر على الأعداء، فلا يهولنك أعداؤك من المشركين. الله تقول لك فإني ناصرك عليهم فاصبر لأمري وامضي لتبليغ رسالتي إليهم، وهو الموثوق منه فلن يخذلك. إن نصرك الله سيثبت أقدامك عند لقائهم ويلقي الرعب في قلوب أعدائك. هنيئا لنا، لدينا نعم الولي نعم المولى نعم النصير. يا عبد الناصر يا عبد النصير اسمع، فكل المصادر ملغية غير مصدر الله الحقيقي، فهو مصدر النصر، فأي مؤمن فهو منصور. كيف تريد نصر الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم؟ يعني لما نصركش سيخذلك وستغلب. فهذا الفعل يستوجب ناصرا وهو الله، ومنصور إن كنت من عباده، ومنصورا عليه وهو العدو المخذول. وإذا لم تكن منصورا فاعلم أنه ستكون منصورا عليك. من عند من؟ من عند الملائكة التي تأتي من عند النصير. والنصير لا يحتاج من ينصره لأنه نور كله، فلا ظلمة تجاذبه، فينصرك الله باطنا على الشيطان وظاهرا على الكافرين والظالمين. وليس نصرك موجب للفوز، فقد تنتصر وتربح وتفوز، فأنت منصور ظاهرا. وإن خسرت وثبت ولم تفر فأنت منصور أيضا، لأنك صبرت على قتال عدوك. فأهم نصر خص يكون عندك هو نصرك على إبليس. وأنت ألا تريد أن تنصر النصير فتعبده وتقوم بحقوقه وترعى عهوده؟ فلن تنال نصرا من الله حتى تنصر الله. إن تنصروا الله ينصركم، إيوه، ويثبت أقدامكم. فنصر الله هو الجهاد عنه والدفاع عن دينه والدفاع عن أوليائه ونبيه.